لا انا عاوزاك في موضوع. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيت كلميني في اي موضوع ايه، وانا دلوقتي نايمان اصلا ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي حضرتك. هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ بداية غير مشجعة على الإطلاق. حضرتك عايزاني اشجعك اعمل ايه؟ يعني مثلا اقعد اهتف اقول رانيا واسقف لك، ولا اعمل يافطه مكتوب عليها مشروع رانيا؟ أنا عايزة أعرف أنت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في أحكامك؟ حاضر اتفضلي، مش هسفه ولا هتسرع. اتفضلي ارغي 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 ارغي. الأوبن داي. الأوبن داي هو مشروع كل عصر. الأوبن داي مشروع كل عصر لكل سيدة في مصر. ده زي قراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة إن الأوبن داي مربح جدا، يعني دخل الأوبن داي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وأبو 5000 جنيه ده عايز راس مال قد إيه يعني؟ اديني 3000 جنيه وانا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهبيعها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ انت اتجننتي؟ 3000 جنيه ايه يا هانم اللي انت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني. بصي مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس؟ يعني ايه مفيش فلوس؟ يعني انا من حقي احقق احلامي وطموحاتي؟ مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقه. لما ان شاء الله تبقي مطلقه هسمح لك انك انت تشتغلي. بقى دي مش طريقه عيش على فكره بقى، انا زهقت. انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي؟ وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ بتتخانقوا ليه؟ اتفضلي يا ماما. الهانم عايزه 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا جهل بقى، اسمه الاوبن داي. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش بيطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني. موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا جرحني عادل، جرحني. معلش يا حبيبتي معلش. ما كنتش اتوقع منه انه يعمل لي بالخشونه والتهور ده كله. قطيعة تقطع الرجاله كلهم كده؟ اساليني انا. الرجاله؟ ايه ده يا ماما؟ بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قولي بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يقطع عادل وسنين عادل. عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه انا كمان عايزه اشتغل. شبكة علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنغكوا وننتقل الى مرحلة جديدة. بقول لك يا رانيا، قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدأ بداية بسيطة يعني. تركيا. ماما ايوه اللبس ده لو اتجاب من الوكاله يكلف كام؟ بمشانه 300 جنيه. 300 جنيه خلاص يا ماما نجيبه ونضرب ماركات. ونكيس وكل شيء يبقى كويس. ايوه كيس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره، والشاطره تغزل برجل حمار واديني في الطلماني يا انانس. انانس. ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن داي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا، لا طبعا انا سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حاجة بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيشتري منكم الهلايل دي؟ بس اي يا حبيبتي. لا بصي، لا انا هقول لك، انا جبت جينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عضة الكلب وجابت دمور وجابت افتح. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده. هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شاريينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. نكبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقوليه وانت واقفه على عربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل. يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني.
ولا يهمك يا ماجي، تموينك عليا انا، واذا كنت تحبي ام ميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش ام ميرفت، لان ام ميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعوا في القهوه. ماشي عادل ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي الفلوس بتجري ورانا. يا سلام فلوس بتجري وراكم بتلعب معاكم السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانتوا تقعدوا تدوروا عليها وتقولوا فين الجنيه ونص. ايوه تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي. ذوقي ذوقي ذوقي، عصير عصير عصير، عندي شاليمو، عندي عيش، عندي عصير، عندي بطاطس، عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتيه. كلو 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 كلو، عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكة البرتغال السابقة لانشار افرودات اللي لبسته في حنة ابنها الصغير جورج. على فكرة ما كانتش راضية انها تجوزه، البت دي كانت عايزة تديه لبنت خاله اللي هي الكونتيسة سوريا عبد الرب. مش ممكن. ده هايل. هي كانت ماسكة انهي ولاية؟ كانت ماسكة ولاية الكيت كات. اوه ده سوني خالص، انا اشتريته خلاص. ده ب 500 جنيه. اوكي. شيبس عصير عصير، شاي كشري، شاي فتلة، شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل. مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيبس؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى، دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعده بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشه اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاسترتش اللي كانت بتلبسه الاميره نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الامير رومي الخامس. اوه انا شفت سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. عادل لو سمحت ما تبوظيش الشغل بتاعي. معايا جبنه نيستو، معايا جبنه رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله يا مدام، الله بدستمك ما حصلش، بدستمك ما حصلش. يعني اف على جماله. بصي ماسك بالظبط، يا نهار ابيض هاكل منك حته. بس مش شايفاه ضيق نمرة؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك يعني. حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي هنا في الشارع بالصدفه يعني. هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ستي متشكرين، معكيش فسيخ. انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟ بدي هاي بيبي. اهلا مش جايزك ايه ده انتوا جايبين كلب هنا في البيت وانا هصرف عليكم ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ بيعدل معاه شوية يا عادل. ده لعبه. ادي 1 2 3 5 1 2 3 4 5006. على فكرة انتوا فاهمين الغنى غلط خالص. يعني لابسين شتوي على صيفي، الاربع مواسم مع برانيط، شايفين شمس ماشية في الشقة هنا. وصاحب القرش نزيه يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. اوه نو بس. ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه؟ النهارده اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعة انا جعان سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده. ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟
ايه دي دون عشاء ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل بلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس؟ ايوه، يعني هيجيله بكام يعني؟ ما اعرفش هو ايه اللي يجيله بكام. انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اف. يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها؟ اوكي نونو give me the phone please. اوكي هاني جاست مومنت. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 21145. الو، مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي، ربنا يخليكي، من فضلك عايزه 4 زوج حمام شقلباظات و4 جوز حمام زاجل. من فضلك هاتيلي شاورمة فراخ باللحمة. اوكي. شاورمة فراخ، يا سلام. ده فاضل بقى حبة حبة يا ماما الاقيكي واقفة عند مكنة اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ بقول لك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومه. فخدتين بالتومه؟ برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشه وفي الفشه والحاجات دي. بيبي اطلبي لي من فضلك 1 لانجوست مشوي مع صوص دو بور. لانجوس مشوي؟ اللانجوس بصوص دو بور بكام؟ ب1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل. فين الحلو؟ اجيب لك التليفون ماي دير؟ لا حياتي ميرسي، هكلم بالموبايل بتاعي. غايت. الو هاي، محلات الحلو يحب الحلو اللي صاحبها محمد الحلو. يبعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك، لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي، لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسموا ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، المفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معاك فلوس؟ لا. خلاص يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، مالناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني ما هو المفروض ان راجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش هدفع. بيبي يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها؟ انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض؟ هو اكل وبحلقه؟ ما تدفع وخلاص. يا دولا خد امسك سندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده؟ يا عم حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا يا ولا ايه؟ ايه دولا؟ 1 يا عم. 1 يا عم؟ الله لا هو كل واحد هيعمل لي فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دولا مالك يا عم؟ مالك كده؟ يعني دلوقتي انا اسرقك برضه زعلان، برضه اعزمك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى يا دولا؟ فين ايام زمان كده؟ هو دولا لما كان يقول لي قشطه يلا رمزي اقول له قشطه. فينك يا دولا؟ تزعق لي ما ازعلش، تضربني ما ازعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من على الرف. كأني وقعت من على الرف، اتركنت على الرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمة في البيت. طب وايه اللي زعل يا دولا؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمة في أي حتة في الدنيا ولا ليا لازمة كمان، ومع ذلك أنا مش واخدها بحساسية. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع يا دولا،
انا امي لما اشترت البقره سبوحه العمليه جلت في ايديها بقى لبن وجبنه قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقره وهي صاحيه؟ يا نهار ابيض، وانا عمال اقول الذكاوه اللي عندك دي جايبها منين؟ من امك. دوله لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. انا اسف جدا، انا اسف جدا ان انا قطعت حضرتك يعني، وحضرتك بتنصحني. انا اسف، اتفضل حضرتك سمعني. انا بقى ابويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دوله، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده، بس ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى يا دوله كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده واقوم راميه في ودن البقره سبوحه. عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه، امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دوله لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هو يعني ايه ما سكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى اشترى لها بقره طبعا. لا يا دوله، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاتنين فقرا تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. يعني انت عايزني استفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دوله مش لازما يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجاموسه. يلا خش يلا انت وهو. يلا ماشي يا الريس. خش اقف البضاعه هنا. يلا ماشي يا الريس. خش افرش هنا. يلا ماشي يا الريس. ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايه. يعني مش اسلوب ده يا عادل بقى الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين ب2.5. تعالى بص، ب2.5. تعالى بص. اي مشروب ب35 قرش، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي ب50 قرش وانت تبيعه ب35 قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ ب2.5. وتعالى بص. بس ب2 وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام. يلا يا بيبه، انما ايه ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب. قربوا يا الشباب ب2.5. تعالى بص، فرش الدولة أسعارها مش معقولة، باضي حريمي ب3.5. قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبورة، انما ايه سل الامورة معانا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. معايا فلاية. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطر ب15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دوله ب12 بس. تعالي دوقي. دي شايطه ودايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دول دي. لا 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 لا، بتاعت غسلة واحدة. ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالتلاتة، ولا بتبوظ ولا اي حاجة. ب2.5. عادل ده مش اسلوب يا عادل، البيع والشراء يا عليمه، ده مش شرف المهنه يا عادل. يا واطي يا عادل يا واطي. هنحدف بعض ولا ايه؟ يا واطي. لا التجارة شطارة، واللي يحصلني يكسرني، واللي يحصلني يكسرني، واللي يحصلني يكسرني. تعالى قرب يا مدام ب2.5. قربوا يا اخوانا. طلع يا دي البضاعة يا. ايه يا معلم؟ طلع يلا. قرب يا تيزة، البضاعة على الترابيزة. اقول لك ايه يا استاذ، انت عندك 30 اطفال؟ خلاصين؟ اديها خلاصين الاطفال من عندك ولا؟ عينيا يا دولة. يا ريس دولة، يا ريس دولة. هلا حمو. يا ريس. عاملين بكام النهارده هلا؟ كله على بعضه ب4000. 4000؟ ايوه يا ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش هلا. يا انتي عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟
25 قروش. 25 قرش؟ ليه واحد طلبت كوبايه ميه ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تترتاحوا شويه. انا ممكن اخد منكم البضاعه كلها ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشه دي لحد اخر شراب في البضاعه. الله اكبر، ايه الروح القتاليه دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الريس دولة. ايوه انتوا ياما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الريس دولة. ايوه ما انا ياما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم واللي يحصلني يكسرني. ب2.5. نص. تعالى بص. بص. ب2.5. نص. تعالى بص. قرب يا متغرب، تعالى دور وقرب ب1.5 ويلا يا طنط هنبيع بالقسط، ويلا يا عم وهات شميز لحمه. نادي على البضاعه هلا. يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى دولة بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي على بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه مخروج. وبربع جنيه ومخروج. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه مخروج. هص بقى انت وهي ايه ده؟ انا مندوب رئيس الحي، تمام؟ وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق، واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار، تمام؟ وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي جدا خالص، تمام؟ لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص، يعني عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام، حوش اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. خدت قرار. اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، فانت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق، ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى؟ رجل من العصر الحجري؟ طبعا لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع لسيدة المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بصي يا رانيا بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا اللي بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي، زي ريموت التلفزيون ده ما هو في ايدي، بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم. انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه؟ في الدول الاوروبيه بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، لان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا الكلام ده بيعملوه في اوروبا، لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي. يا ابني انت فاكر نفسك سيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص. بص انا عايزه اقول لك حاجه، انت لما تخش قدامي في الانتخابات انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف؟ بقول لكم ايه، ما تكبروهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات داخل الانتخابات. اوكي هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي بعد 3 ايام، وهحضر الحمله الدعائيه بتاعتي، وهتتبهدلي يا رانيا.
طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هنا اهو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشوفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي هذه الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي، انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه. الفرح فيه. ايه اللي انت عامله ده يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا. كتاب حياتي ده ولا دولا دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني. وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى يا دولا انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي؟ انا اسف يا دولا انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه، القمح. ايه كان نفسك تطلع بليله؟ يالا تعال عايزك. ماشي يا دولا. يخرب بيتك، الممسحه اللي احنا بننضف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولا انا اسف. هي انا دولا عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجاه، صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجأ يا ابني. انا عايزك في حاجه تانية خالص. عايزني في حاجه تانية. يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطوله الفيلم. ماشي افكر يا دولا افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظه؟ بطوله فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولا؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا مرشح نفسي انا كمان يا دولا. يمكن ايه؟ ترشح نفسك فين يالا؟ هو في حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات، لا دي انتخابات عائليه. اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا الله انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحمله الدعائيه بتاعتي. الله. وانتخبوا مين؟ دولا. وحبايبكم مين؟ دولا. انتخبوا مين؟ دولا. وحبايبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا، يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفه بقى في الشقه كده زفه بلدي كده عشان زفتي يا زفتي وانا اتجوز. بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات، زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطه محكمه نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا. ايه رايك يا دولا بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لا نسيطر على الاصوات اللي موجوده في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا اصوات امها واختها الرخمه دي. ايوه دولا انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولا، تقول لهم انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي هعمل لكم عمره. والراجل النايب بتاعكم ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولا كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا ما ينفعش معاهم الكلام ده، الناس دول مكارين يالا. طب يا دولا انت تهددهم يا دولا انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه تفكير العصابات ده يا ابني؟ ما اقتلهم احسن. لا ولا رمزي، انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولا والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولا. انت عايز مصلحه السجون يالا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوه يالا ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولا الله على الدماغ الكبيره يا دولا. هي دي الانتخابات يا دولا. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولا بس مش ده كله المهم، يعني المهم بقى امتى الانتخابات يا دولا؟ انا سخنت خلاص.
الانتخابات كمان يومين يا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات. لا 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 لا، بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولا يعني، لا انا فرحان يعني. ايه الثقه دي يا دولا؟ والله انا بصراحه دولا انا بشكرك. شيء يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولا ده انا بقى ابو الرماميز هعمل لك شويه دعايه لوز. اهم حاجه بقى في الدعايه يا رمزي انك انت تعمل شويه يفط تزغلل العين يالا. تزغلل العين؟ اطمن يا دولا، هعمل لك بقى على كل يافطه مرايه. فرحتك فيا يا رمزي، يا فرحتك فيا. يا جماعة عادل جوزي وأنا عارفاه لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطة تنفيذية رائعة عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين، او بمعنى اصح عندك مصيبتين، امه القرشانه واخته ام لسان قد كده دي. برافو عليكي يا نوجا انك قريتيها، عشان كده لو كسبنا اصواتهم اكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول بونيش، دول حاجه بيئه، حاجه عره كده، ما اعتقدش انك هتقدري. معلش يا مامي، انا هعرف اتحمل واقرص نفسي واتعامل معاهم عشان خاطري تحملي انت كمان. ولعلمكم انا عندي حته فكره صايعه موت. الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعايه فجره علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظه. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكيريشن في الليجن، يعني مجهنمه فعلا. يعني انا هروح اكلمه بعد شويه بقى علشان اقول له اعمل لي دعايه، يبقى حاجه فظيعه موت يعني. بصي يا ستي، وانا كمان عشان خاطرك انتي بس هحاول استحمل امه واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات. وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا يويو. ربنا يخليكي، ده انا هظبطكوا تظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى ايه، اصل امه واخته بره، فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي تشوكلت انتي ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزاره فيهم الشوكولاته دي مضروبه كانوا حياتهم خالص زباله زباله. طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقف جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك دقها في حياتك، لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكم. قرصيني يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بونيش عقول يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجه سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا اسرتي العزيزه. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا قلت بدل ما ادخل وايديا فاضيه وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحده فيكو هديه. خد يا حماتي، خد يا نجم. يا سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مره تعملها يعني تفك كيسك. مش اخر مره، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. دي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاته وبرنامج انتخابي. بالنسبه لماما وبالنسبه لحماتي العزيزه، اوعدكم السنه دي ان شاء الله هطلعكم عمره. عمره منين ان شاء الله؟ انت لاقي تاكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفعي الاقساط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي يا عادل، حلم حياتي ان يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي؟ ده معهوش فلوس يجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربيه فول اوتوماتيك. بالنسبه لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3 4 رحلات كل شهر، بالاضافه ان مصروفك هزوده زياده مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجب. خلاص ضحك عليكم صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياه مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربيه فول اوتوماتيك. فول اوتوماتيك. الصمت الصمت الصمت، التزمونا الصمت.
تسمك الو فراشة الحاج رمزي تقدم الان نبدا التجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولة رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم دولة حبيبي. الصمت ولما هنقول رانيا يعني الجمال، يعني الشهامة، يعني الست لما تبقى ب100 راجل انتخبوا رانيا. يا ابني اخلص يا ابني روح لم بسرعه الاصوات، اتكل على الله. ماشي يا دولة، خد انا واثق من الانتخابات، واثق من كل حاجه، اتكل انت على الله. دلوقتي يا جماعه انا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم انتوا كمان. يلا ريحت ضميرك ايه يا ابو وشين؟ انت عندك ضمير؟ انت مع مين فيهم؟ يا نؤنو انا مع اللي يكسب طبعا، انا بشجع اللعبه الحلوه يا حبيبه قلبي. بس عليك. اتفضل. يا ترى احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. رانيا دولة والآن نبدأ في فرز الأصوات. ايوه يا رانيا يا ابني من غير ما تفرز اصوات ولا حاجه يا ابني، انتوا كلكم واهمين، انا كده كسبان. افرز افرز. الورقة الأولى أنا شايف في عينيكم الدهشة والانتظار. الورقة الأولى مكتوب فيها عادل. اشكركم يا جماعه لثقتكم الكبيره دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر اول شعاع من اشعه شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجه، 1-0. هنفرز الورقه الثانيه. يا ترى يا هل ترى رانيا. انا قلت لكم يا جماعه الواضح ان شمس النجاح فلسعت يا عادل، والسما بتمطر جحيم. لسه بقيه الانتخابات ولسه بقيه الاصوات. افرز يلا. دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1. 1-1. ودلوقتي هيبقى 2-1. يا ترى لمين؟ لعادل. عادي 2-1 عادي. 2-1 مين يا ابني؟ لسه في ورقه ناقصه، انت حتى فوت يعني من غير ما يبص في الورقه معروفه النتيجه. يا جماعه الامل لازم يبقى معانا طول الحياه. الامل هو اللي ادى صوته لرانيا. يا سلام بس كده 2-2 هنعمل ايه؟ دلوقتي كده 2-2 مش عارف، ومفيش ورق جوه مش عارف ليه. ده تعادل، ده ظلم، ده لا ما ينفعش. بس يا جماعه احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء، وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بكوسه. هتعمل ايه يا فالح يا شاطر يا عدل؟ لعلمك هدانا ما برجعش. ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء. يا اخوانا احنا لو عملنا الانتخابات دي 200,000 مره النتيجه هتطلع هي، عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه. ماشي ما دام كل واحد بينتخب اللي يخصه، هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد. لا جميع يا بابا لا. وبعدين البنت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع. وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي، اهم صوت في البيت. ايه هو بقى ان شاء الله؟ ياسمين. انتوا ناسين ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت، وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب. ايه رايك يا ياسمينة يا جميله في الهدايا كتيره جدا اللي باباكي جابها لك؟ حلوة قوي يا بابا، ميرسي. بس بصراحة يا بابا انت أول مرة تعملها معايا وتجيب لي اللعبة دي كلها. يا حبيبتي عشان النهارده عيد الطفل. ربنا يخلي لك بابا يا حبيبتي. بقول لك ايه، اسمعي كلام بابا. لا ياسمين دي جميله وشاطره جدا واموره جدا وبتسمع كلام باباها جدا، وما سمعتش بالذوق هتسمع بالعافيه. بابا انا مش فاهمه حاجه. بصي يا حبيبتي انا افهمك. عارفه عمو رمزي الغبي؟ طبعا. عمو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورق كده اهو صغير كده اهو عشان تكتبي عليه حاجه. هتكتبي بابا، اوعي تكتبي ماما. بابا مش ماما. هتكتبي ايه؟ بابا مش ماما. لا ما تكتبيش مش ماما، اكتبي بابا بس. حاضر يا بابا، هكتب
بابا بس. شفتي يا قطة؟ شفتي مامي جابت لك حاجات جامده جدا موت، هدوم تحفه كلها ليكي. ميرسي يا مامي، ربنا يخليكي ليا انتي وبابا. بصي بابا جاب لي لعب حلوه ازاي، بصي العروسه والحاجات والمسدس. بصي المسدس ده مين اسمك الهبل اللي انت بيجيب اللعب دي، الهدوم اللي انا جايبها لك. ايه ده جايب لك مسدس؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ ده عايزك تطلعي مجرمه وقتلت قتله؟ لا ايه العبط ده؟ ارمي يا شيخه في الزباله، بلاش قرف. بصي يا ماما اللعب حلوه وعجباني، الا اذا بقى لا كنتي عايزه تاخديهم. لا يا حبيبتي، مامي قصدها ان في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابي جايب لك شويه لعب ولعب خرده، انما مامي بقى الحلوه دي جايبه لك لبس، ولبس من الغالي كمان. ايه يا حبيبتي بقى، مش معقول ياسمين فهمانانا كل الحاجات دي وعارفه كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكه دي والفساتين الحلوه الجميله اللي هتقمر بيها. بصي يا ماما انا اعرف ان اللعب حلوه واللبس حلو. طب بصي يا قطه، مش انتي بتحبي مامي حبيبه قلبك وبتسمعي كلامي ولا اقول لك عليه تعملي؟ انتي عارفه عمو رمزي؟ عمو رمزي الغبي الزفت. الواد رمزي اشتهر ولا ايه؟ ما علينا. عمو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورقه ويقول لك اكتبي فيها هتكتبي مامي مش بابي، مامي مش بابي، مامي وبس. الو تست مايك. ولا اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاصوات، اتكل على الله. ايه دول يعني مش هتسيبنا دول اقول الكلمتين اللي واقفين في زوري يا دول؟ بالعكس سيبهم واقفين في زورك عشان نخلص منك. يلا حاضر يا دول. ما هم عارفين من الصبح ان في انتخابات. يلا ياسمين يا حبيبتي، طبعا عارفه هتعملي ايه. طبعا يا ماما تقلقيش. ياسمين حبيبة بابا اوعي تنسي بابا، يعني اللعب يعني الهدايا يعني الميراث. طبعا يا ماما تقلقش. ماشي يا ياسمينة يا حبيبة قلبي، اهو الصندوق قد ملئ. اخلص علشان بس ايه يعني كده اهو. والآن مع الفرز الأول والأخير من الانتخابات الشرعية. الورقة الأولى يا جماعة عادل، يعني 1-0. ادي أول ورقة. التانية هنسحبها على طول، بتقول فيها رانيا، يعني 1-1. يا رب الماتش يعدي على خير يا رب ان شاء الله. الورقه الثالثه بتقول عادل، يعني 2-1. دول حبيبي ورانيا يا جماعه، رانيا يعني 2-2. الورقه بقى الاخيره، الورقه دي الفيصل والهرم. هنقول فيها ايه ده برضك تعادل يا دول. ازاي؟ مكتوب فيها بابا وماما. ياسمين اصل انا خفت اكتب بابا ماما تزعل، وخفت اكتب ماما بابا يزعل، وبعدين انا بحبكم انتوا الاثنين فكتبتكم انتوا الاثنين. يا ياسمين يا سلام يا ياسمين، يا طلعت اعقل واحده في العيله كلها. بتعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دوله، حمار تحتمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمار تحتمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني، زمانه ذروه الدنيا تحتيه. يلا عينيا يا دوله. الو يا حماتي، ايه الاخبار؟ ايه رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم انا اعمل ايه يا حماتي؟ ما تخليها تستحمى ولا المايه مقطوعه يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها يا حماتي، يعني انا اعمل ايه يعني؟ دوله خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بص يا حماتي، خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس، اجري. حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال30 سم، خليها تستعملها. اللي بتتني اختها خلاص بتهرش لها. طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه عايزه دكتور؟ في نفسك كده، قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي مامي ارجوكي، انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه. عادل كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنتي انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخه حرام عليكي بقى، حتى وهي في الحاله دي بتشمتي فيها. بس يا بنت مفعوصه انت يا مقروضه، روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك.
دكتور وصل يا جماعه. اتفضل يا دكتور اتفضل. خير يا جماعه، اطمنوا ما تقلقوش، مفيش اي حاجه. ايه ده؟ وريني كده. مش ممكن. ايه ده؟ وريني ايدك. ايه ده؟ انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته، دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس، طمني من فضلك. ما تقلقوش، هي عندها شويه سكابس. سكابس؟ انت عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حاله الهرش الفظيعه واقاومها؟ معلش يا دكتور حضرتك انا جاهل بس شويه، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده بني على حقيقتك، البضاعه زائفه. بس يا سلام، عيب ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب، ما يصحش. حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربي لها وتاكليها برضه يا راجل. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القططي. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تناسبهم. انت بالذات ما تتكلميش. فاكره لما جالك تانية وانت صغيره؟ فاكره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يرحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رانيا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي، يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك. ابعدي عنها خالص، بوسيها، ابعدي عنها، ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع قولوا لها مع السلامه. الوداع. بوسه؟ ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبتي مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها؟ يا بابا. انت عارف يالا يا رمزي، طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه. يا دولة بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعة قدامك كده وان حتى ما طلبتليش كوباية ماء ساقعة. يا سلام قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي يالا، يعني اي حاجة انت عايزها انا اشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حتة. ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي هنظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانية غديه. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه يالا. تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت يالا، رايت. لا يا راجل. طب يا دولة بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه ده اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته. وش يا باشا. طيب مشكرين. انت عارف يالا يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولة المخ. ياه جوعتني يا دولة، جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فاتوا ارجع للحوار. ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة؟ قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب ردعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي بصراحة يعني انا عايزك رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولة، الف ده عايزة شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك اسكاربيس باذن الله. سكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول لي اسمه سكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا، يعني تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من السكابيس اللي عندهم دول، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك السكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولة. طب دولة انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟
صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده، يعني عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولة؟ هو ايه ده؟ ايه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب، يعني إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ ايوه هو ده. وبعدين انا مش مشكله، انا ممكن اخدمها، بس انا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الاسكابيز ده ممكن انقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها اسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم ايه ده؟ دي تبقى مصيبه يا عم. ما كده هون بقى اذا عرف السبب كثر العدد. انت شغال يد في سوق الليمونيات، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت هتعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دوله، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دوله افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دوله؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك 4 مرات قبل كده فاستحاله يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي 6 مرات بقى دوله. لا يا راجل. ده اخرهم امبارح بالليل. كان عندك جرب من امبارح بالليل؟ يا دوله. طيب هتكل على الله بقى. ليه يا دوله؟ ايوه اخيرا شرفت. انت اتاخرت، حرام عليك قوي. انت لسه فاكر انا هموت جوع. استني الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي. استني ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي اوكي. استني ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن يتعدي. كلي ببقك على طول، كلي ببقك. يعني انا عايزه اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل؟ حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي. يلا مش عارفه اكل زي القطط. حرام عليك يا عادل، موت. مش عايزه اكل يا عادل. خلاص انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده؟ استني ما تقلقيش هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه افتحي بقك يلا. هوبا. ايه ده؟ طب ما تحدف لي بقى سوداني ولا موز بالمره؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رانيا. عادل انا طاقيت، انا مش قادره استحمل يا جماعه. انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحبسه اللي انا فيها دي. بصوا بقى يا جماعه، أنا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتبع إن شاء الله في الفترة اللي جاية جوه الشقة هنا. نظام مروري إيه يا ابني؟ أنت فاكر نفسك في ميدان التحرير؟ أكتر يا ماما من ميدان التحرير. اللي أنا بعمله ده يا جماعة حرصا علينا إن إحنا ما ناخدش العدوى من اسمها إيه؟ رانيا مراتي يعني، فعشان كده أنا حريص عليكم يا جماعة، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلم لي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله، الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل للحمام، توصل للمطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي؟ انت بالذات بقى يا سناء هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما؟ عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب الف 4 زائد مغنيسي الصوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما، ممكن يحصل ايه في الشقه. والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكم يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك ليا يا ربي. عملت لي طريق مخصوص ليا اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. انت اعمل لك طريق هاي واي
واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. براحتها حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دوله ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه في حاله الاختناق، بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله بصراحة يعني الأنظمة المرورية دي سمة من سمات الدول المتحزلقة. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ، من فضلك اي نيد ا تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء بس، ما تروحيش لا يمين ولا شمال، لا اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟ تاخد مخالفه؟ ياسمين بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه، حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه؟ عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخنق في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي يا دول. هنا كده كملنا بقيه اليوفط، كله هيلتزم وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع، اتفقنا؟ اتفقنا يا دوله. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي، وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دوله يا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دوله، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شاي ساده بس. حته يا حته. ايوه جاي. استاذ عادل امورنا يا باشا. هات لنا يا سيدي 2 شاي ساده. حاضر يا باشا. استاذ عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر، يعني سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني إيه في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكله ايه ومصيبه ايه؟ مفيش اي حاجه خالص يا حته. في ايه؟ استاذ عادل من الاخر بقى انا عارف كل حاجه، لا مؤاخذه. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي. على فكره دوله والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص يا حته. ايوه يا حته اخلص بقى، اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده محترم، واد خبير يعني. ماشي ممكن نشوفه يعني، مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني انا مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دوله، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص. رصيد ايه؟ ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي لبط وخلاص؟ مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمنت؟ الو ايوه يا عشبه، انا حته يالا يا الو يا حته يا في مصلحه كده. في واحد عندنا محترم قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته يا اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ فاحنا عاوزين نعالجها. يا ابني مراته جالها جرب مش بعدين هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا يا عشب، هكلمك تاني. بس هو مش سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار محدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا
الواد ده كان جاله قرعه انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دوله. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولة حبيبي. عايز ايه؟ ايه دول اهو شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطير رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لففته على الشقه كلها يا غبي. ايه دولة بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبه الا عشاب. واضح من كميه العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبه طبعا. على فكره يا دول، انا الراجل ده سالت عليه كويس قوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمه. بص حضرتك، هي مش مستعصمه يعني، هي شويه جرب بسيط نتيجه انها لعبت مع القطه اللي على السلم، والقطه دي اصلا جربانه يعني. كويس ان انتوا قلتوا لي ان السبب قطه. يبقى العلاج ايه؟ دهن القطقوط مع عصاره نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون. وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المسألة أبسط من كده. مين يالا يا رمزي؟ أنا ميدو دلكها، أخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبة. إيه يا كابتن؟ إيه اللي أخرك ده كله؟ يا عم أخر إيه؟ مش إشكال تأخير، وإيه اللي أنت جاي بيه ده؟ يا عم أنت داخل ملعب. من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني، الجولدن فينجر. جولدن فينجر؟ بتاكلك صوابعك يعني إحنا ممكن نيجي الصبح نلاقي صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا إيه؟ يا أستاذ عادل، الكابتن لا مؤاخذة دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما أنا أدهن الخلطة السحرية بتاعتي على جسمها هو يدلكها، جسمها يزفلط تبقى تمام. أيوه، ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها، المدلكاتي. تدلك إيه يا؟ أدلكها. تدلك ولا لا بقول لك ايه، ده انا اهل الصعايده، ده انا اذبحكوا يالا انت وهو. ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول، انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل الصعايده دي؟ ايوه يالا اهل الصعايده، انت ما بتعرفش؟ اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا طب وانا دول؟ انت لا اهلك الصعايده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبي عليا كده يا دوله. يالا انا اهل الصعايده، انت بقى اهلك مش معروفين، لا صعايده ولا بحيره. بص يا ابني، انت نبت شيطاني، طلعت لوحدك كده. انا نبت؟ نبت واطلع بره، وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. ماشي. نركز على العلاج بقى. يا حبيبتي الف حمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنتي ما تقولكيش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد لما كنت هتاكلي ضفرك بايديكي. اخرسي